يعني مفيش اي حاجه مزعلاكي مني بقصد او من غير قصد؟ ممكن اكون عملت حاجه زعلتك مني. هو انت لحقتي تعملي حاجه؟ ده انا اول يوم اجي ابارك لك يا حبيبتي، ما تقلقيش خالص. طيب ماشي، نامي مستريحه، ولو عوزتي حاجه اندهي عليا. اكيد. ممكن انا اكون سمعتها غلط، ممكن تحصل عادي، اكون سمعتها غلط. طيب مش عارفه، شكلها كويس قوي، بعدين عماله ترضيني باي طريقه. وده بقى تاني مسمار في نعشك يا ندى يا حبيبتي. حبيبتي ايه ده؟ انا مش طايقه اسمع اسمك ولا حتى طايقه اشوفك. امال ايه؟ فاكره يعني ان انا هبقى عليكي؟ لا يا حبيبتي، ده انا بخطط على تقيل. ما انت يا بنت لسه صغيره، ما تعرفيش حاجه عن التخطيط المعلمين. انا مش هسيبك على ذمه ابني. ويانا يا انت يا ندى. انام بقى. هي ليه بتعمل معايا كده؟ ليه عايزه تطلقني؟ ده انا لسه متجوزه ابن ابنها، يعني ما عملتلهاش اي حاجه وحشه، ما عملتش فيها حاجه عشان تعمل معايا كده اصلا. طب وانا ذنبي ايه يعني في كل ده؟ اخرج اقول لاحمد، هقول له ايه؟ مامتك بعد ما جابت لي الهديه عايزه تطلقني منك؟ يا احمد يا ندى، كنت عايزه اقول لك على حاجه. حاجة ايه؟ حاجة ايه اللي عايزة تقول عليها بعد اللي امه بتعمله ده كله؟ يعني شوفي، مجرد بس ما حست ان الخاتم مش عاجبك او مش على قدك راحت جابت لك ايه؟ انت تحمدي ربنا اصلا ان واحدة زي ام دي حماتك. انت ما بتشوفيش الحموات التانية بيبقى عاملين ازاي؟ يا احمد ايه وزفتي يا ندى؟ اوعى اشوفك قافله وشك تاني عليها ولا بتكلميها بطريقة مش كويسة. اللي حصل ده ما يتكررش تاني. انا خارج دلوقتي، هروح اجيب فاكهه وحلويات على ما تصحى من النوم. هقول لاحمد ايه اصلا؟ ده انا لو قلت له مش هيصدق ولا كلمه على مامته، ولا هيصدق اللي انا هقوله له. لو قلت له اصلا ممكن يطلقني فيها، هو يقول لي انت بتكدبي عليا وبتتبلي على امي وبتعملي معاها كده ليه؟ لان هي بتتكلم قدامه حلوه قوي عليا، بس انا مش فاهماها. ليه بتتكلم من ورايا اصلا كده؟ وليه عايزه تطلقني منه؟ يا ربي انا شاغله دماغي قوي، انا مبقتش عارفه اعمل ايه. بعدين بقى دي احمد، مراتك قافله وشها على امك، ده حتى بعد الهدايا اللي جبتها لها. لما اشوف يا ندى بقى تعمل ايه بعد الكلام اللي قلته لك. شكلك مش عايزه تجيبها البر. ايه يا احمد؟ ايه يا عم مالك؟ محمد، انت ايه بتكلم نفسك ولا ايه؟ لا مفيش، ده انا كنت سرحان بس شويه. خير يا عم ان شاء الله. انت والله في موضوع شاغلني كده يا محمد. انت محتاج فلوس ولا حاجه؟ لا تسلم يا صاحبي. امال ايه اللي شاغلك؟ احكي لي، احنا ما بنخبيش حاجه عن بعض. امي جت عندي زياره النهارده، وطبعا انت عارف امي طيبه جدا وكويسه. ايوه يا عم عارف. ايه المشكله في كده انها جات؟ ده حتى كويس انها جات، ما بتجيش عندك من زمان، يمكن ما جاتش خالص. يا عم انا عارف اني ما بجيش غير كل فين وفين. المشكله مش كده، المشكله في ندى. مالها؟ ندى قافله وشها على امي، وحاسس كده انه مش طايقاها، مع ان امي عماله تشكر فيها وبتقول عليها كل كلام حلو. وده غير كمان ان راح جابت لها هديه غاليه جدا جدا، وبرضه ندى لا ضحكت غير كلمه شكرا وبتتعبي نفسك ليه يا حماتي وبس. انا مش عارف اعمل ايه يا محمد. بس انا على فكره يا احمد، ندى مراتك دي كويسه ومحترمه وبنت ناس وبنت اصول، بتفهم يعني في الاصول، وعارفه واجبها ناحيه حماتها وناحيه جوزها ايه. ما اكيد فيه سوء تفاهم، مثلا امك مزعلاها في حاجه، او ندى مثلا مزعله امك في حاجه. اقعد مع مراتك واديها فرصه للكلام وشوف منها في ايه، وهي اكيد لو زعلانه في حاجه هتحكي لك، امك مزعلاها هتقول لك برضه. معلش، هي الام شايف كده يعني يا محمد؟ ايوه طبعا. امك
يعني ده النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ امك ثم امك ثم امك. عليه تمام؟ الصلاة والسلام. لكن برضو مراتك مسؤوله منك، صح ولا لا؟ اقعد معاها وشوفها، ودي برضو بنت ناس. ماشي يا محمد. ماشي يا ابو حميد، ماشي يا يلا حبيبي. سلام. يلا ربنا يعينك. يا نهار اسود، انا لازم اعرف بنت خالي عشان ده قالوا عليها كلام كتير قوي، انا لازم اروح اتصرف. ايوه ده انا ابله شيماء. اتفضل يا مروان تعال. عامله ايه؟ الحمد لله اتفضل. جاي اقول لك بس كلمتين بسرعه وهمشي. انا سمعت المدام وفاء بتكلم اخويا عماد على بنت خالي ندى، بتقول له انا عايزه تتطلق ومش عايزه تتطلق، ده من على فقيره ومش على فقيره، وانا سجلت لهم كل حاجه. طب سمعني بسرعه. اتفضلي كده اسمعي التسجيل. ثانيه بس اتفضلي. طيب انت عايزاني ده؟ اختك بقى بتعمل خطه مفيش زيها، اللي هي بقى ان نطلق ندى من احمد. التسجيل كبير قوي. طب ليه؟ هي مزعلة مش عارف انا في حاجة؟ اتصرف ازاي. لا امال بس البنت يتيمه وملهاش حد ولا وراها ورث ولا وراها حاجه وفقريه. ايه ده؟ ايه الكلام اللي انا سمعته ده يا مروان؟ ما كل حاجه متسجله اهي. لا ده كلام صعب قوي. طب بص يا مروان، انت تاخد الكلام ده وتطلع بيه بسرعه على احمد جوزها، تسمعه التسجيل ده. ما انا قلقان مش هيصدقني، هيقول لي تسجيل وايه وتسجيل ايه، امي ما تعملش كده وهيكدبني. ازاي اذا كان ده صوت امه وهي بتتفق مع عماد؟ لا روح بس اديله التليفون وهو هيسمع التسجيل ده ان شاء الله. انا خايف لا اخرب مالكش- بيتها. لا ما هتخربش بيتها ان شاء الله، سيبها على الله وانا هتصرف. يلا روح بس بسرعه. طب ماشي، عايزه حاجه؟ عايزه سلامتك، ربنا يسترها. معقول يا حاجه وفاء تعملي كده للدرجه دي؟ الغل مالي قلبك؟ عمر الفار ما كان عيب عشان تتعاملي مع البنت بالشكل ده. عايزه تخربي على ابنك يا شيخه، لا حول ولا قوه الا بالله. مش عارفه اعمل ايه، لازم اتصرف. ازيك يا عامله ايه ندى بنت خالي؟ الحمد ايه لله. الاخبار؟ تعالى اتفضل. لا انا عايز امشي بس عشان ورايا شغل، انا عايز اعرفك بس في حوار داير عليكي وانت ما تعرفيش حاجه. حوار ايه؟ المدام وفاء شفتها وهي قاعده مع اخوها وبتحكي على الكافيه، بتقول ان انت لازم تطلقي من احمد لازم اسمعك التسجيل. يا نهار اسود. طب بقول لك ايه، وطي صوتك طب خدي زي بس ما جوه. اتفضلي بس اسمعي التسجيل بس معلش طيب انت عايزاني ده؟ عشان امشي على طول. اختك بقى بتعمل خطه مفيش زيها، اللي هي بقى ان نطلق ندى من احمد. طب ليه؟ هي مزعلة ابنك في حاجة؟ لا امال بس البت يتيمه وملهاش حد ولا وراها ورث ولا وراها حاجه وفقريه كده، تحس ان هي نحس. ايه ابني مش هيستفاد بحاجه خالص، هيفضل هو اللي طول عمره كده شايل الهم وشايل الطين، وهي تساعده بيه ان شاء الله. طب بقول لك ايه يا مروان، ايوه. ابعت لي الفويس دوت على الموبايل. طب انا كنت جايه لاستاذ احمد عشان اسمعه التسجيل. لا ما تسمعوش اي حاجه ولا تقول له، ابعت لي بس الفويس دوت وانا هتصرف. انا اسمعه كل حاجه واقول له اللي شفته. يا مروان اسمع كلامي بس، ابعته وانا هتصرف، ما تقولوش اي حاجه. اظلمك. ربنا يسترها. طب ما ماشي. تقلقش. ماشي يا مروان، شكرا. ماشي حاضر. يا نهار ابيض، يا حماتي عايزه تخربي بيتي. الحمد لله مروان سمعهم هم وهي بتتفق عليا، بس الفكره بقى لازم انا اعرف احمد واقول له حقيقه مامته، واقول له ان هي بتعمل كده عشان تخلينا نبعد عن بعض ونتطلق. يا رب مروان بقى يبعت. ما تبعت بقى يا مروان، اتأخرت كده ليه؟ ما بعتش لسه حاجة. انا مش عارف ابعت التسجيل ده. يا رب الاقي حد بقى يبعته لي، انا مش عارف ابعته خالص ده يا ربي. مش عارف ابعت التسجيل لندى بنت خالي. نور خدي معلش يا نور. نعم. تعرفي تبعتي التسجيل ده لندى بنت خالي؟ ايوه. طب خدي كده ابعتيه. ايه ده؟ انا مسحته. مسحتيه؟ يخرب بيتك مسحتيه. طب روحي ده يا ربي. طب انا اعمل ايه بقى دلوقتي كده؟ ما معيش حاجه اقول ندى ايه ولا اعمل لها ايه، بس يا ربي انا لازم اتصرف. هو مروان ما بعتش لحد دلوقتي ليه بس؟ اكيد الملف كبير واخد معاه وقت. دلوقتي بعت يا مروان بقى.
ندى، احمد. ام صحت ولا لسه؟ لسه. احمد اقعد بس، عايزه اتكلم معاك في موضوع مهم. في يا ندى؟ احمد، مامتك بتكرهني قوي، نعم. وطلعت عايزه تفرقنا عن بعض، وعايزانا نتطلق ونبعد عن بعض يا احمد. انت اتجننت ولا ايه؟ ايه الهبل اللي انت بتقوليه ده؟ بس انا دلوقتي عرفت انت قافله وشك ليه؟ انت بتتلزقي لها. منين عايزانا نتطلق ومنين جايبالك هديه؟ ده بتشكر فيكي في غيابك، يعني مش هقول قدامك عشان انت موجوده وبتقول كل خير عليك وكل الكلام الحلو. يا احمد اسمعني بس، اسمعني، انت مش فاهم حاجه. دلوقتي انا هثبت لك في حاجه، دلوقتي هتتبعت لي هسمعها لك وهثبت لك ان انا اللي بقوله ده صح. احمد انا عمري ما هكذب عليك. حاجه ايه وزفت ايه؟ لا طبعا، انت مهما تقولي ما صدقش. ده انت لما الخاتم ما عجبكيش راحت جابت لك هديه بشيء وشويات، تقول انت عايزانا نتطلق. هي في واحده مش هتعوز ابنها سعيد وطالما شايفانا مبسوطين هتخلينا نتطلق ليه؟ يا احمد اصبر بس، انت مش فاهم اي حاجه وانا كمان زيك والله مش فاهمه اي حاجه، بس خلينا نصبر بس 5 دقايق. في حاجه هتتبعت لي هتسمعها وتشوف عايز تعمل ايه. حاجه ايه ومن مين وايه اللي بتقوليه ده؟ بقول لك يا لؤي، الجهاز ده كل شويه يفصل ليه؟ على فكره يا استاذ محمد العاب هتلاقيه في الرماد. في الرامات؟ طيب تمام، تعالى ظبط كده الجهاز ده، ويبقى الطبعات جوه برضو كده محتاجه شويه صيانه، يبقى اعملهم. يلا، وانا خارج كده مشوار وراجع. طيب انا عمال ادور عليك. عامل ايه؟ كويس اللي انا لقيتك هنا. استاذنك بس في خدمه صغيره، ممكن ترجع لي الملف ده؟ اتحذف من عندي وانا مش قصدي، اقسم بالله. الملف بتاعي وانا عارف ان انت بتفهم في الحاجات دي. صور يعني؟ لا، التسجيل. التسجيل بتاعي انت بتسجل تسجيل ايه؟ تسجيل كده 2 بيتكلموا مع بعض. 2 بيتكلموا مع بعض؟ ايوه يا رؤي. طب ماشي، هم عارفين ان انت مسجلهم بقى ولا ايه؟ لا طبعا. لا طبعا؟ ايوه يا رؤي، لا طبعا. ازاي يعني انت مسجل من وراهم يعني؟ ايوه. لا، ما ينفعش ارجع. معلش يا رؤي، ده تسجيل مهم ومهم. لا. معلش. لا يا مروان، والله ما اقدر. يا رؤي، ده بنت خالي ممكن تتطلق فيها يا رؤي. بنت خالك تتطلق فيها؟ ليه؟ هو تسجيل ايه بالظبط؟ بص يا ندى، بعد اللي انت قلتيه على امي ده، لو واحد مكاني كان طلقك وما اداكيش اي حاجه، لكن انا مش هعمل كده. انا هطلقك واديكي كل حقوقك وكل واحد يروح لحاله. واطمني، لو اي حد سالني سبب الطلاق هقول له مفيش نصيب بينا. يا احمد افهمني بس. دلوقتي استنى، طيب اكلم مروان وهيبعت لي التسجيل اللي هو كان مسجله، انا سامعاه بوداني. ثانيه. طب انا هديكي فرصه اخيره يا ندى، وده هتكون اخر فرصه. ثانيه بس يا احمد لما اشوف. رد يا مروان. ايوه يا ندى. الو. ايه يا مروان، فينك كل دوت؟ التسجيل ما اتبعتش. تسجيل اتمسح. ايه مسح ايه يا مروان اللي انت بتقوله دوت؟ ده احمد يطلقني فيها. اتمسح ازاي بس يا مروان؟ ده انا هتطلق فيها والله. انا هحاول اجيبه اقسم بالله. هتحاول تجيبه ايه بس يا مروان؟ احمد واقف قدامي ولو ما سمعش التسجيل دلوقتي هيطلقني. معلش 5 دقايق، معلش 5 دقايق بالظبط. انا قاعد مع صاحب رؤي وهيعرف يجيبه. والنبي يا مروان اتصرف بسرعه، احمد لو ما سمعش التسجيل هيطلقني وهيرميني في الشارع. ايه يا مروان والنبي اتصرف، ده انا هتطلق فيها، احمد هيطلقني والله. هيتصرف هيعمل ايه؟ ما اكيد ما فيش حاجه معلش معلش يا مروان، معلش ده فيها خراب بيتي. معلش 5 دقايق بالظبط. انا قاعد مع صاحب رؤي وهيعرف يجيبه. يلا يا مروان والنبي هتطلق فيها، انت عارف احمد. حاضر. طب سلام دلوقتي. ماشي يا مروان. سلام. سمعت يا صاحبي يا رؤي، والله التسجيل ده في طلاق بنت خالي، معلش حاول ترجع. هو الموضوع ده طلع مهم للدرجه دي؟ هات يا مروان بسرعه. قول يا رؤي بسرعه. والله يا رؤي ما انسالك الجميل ده خالص. ولا جميل ولا حاجه يا صاحبي. قول لي بس التاريخ بتاعه. ده لسه النهارده. اظن اديتك الفرصه والوقت كفايه قوي، كل ده عشان يتبعت يا هانم؟ ثانيه بس يا احمد، ثانيه بس. بلا ثانيه بلا زفت. انت جبت اخرك خلاص يا احمد. دلوقتي يبعتوا ثانيه واحده بس، استنى. في يا مروان اتاخرت كده ليه؟ عشان مش لاقي حاجه يقولها. قال ايه؟ قال اتمسح. النهارده 11 اهو، الملف رجع اهو. استنى اشغل التسجيل. قولي لي طيب، انت عايزاني ده؟ هو ده؟ اختك بقى. ايوه هو ده يا رؤي، هو. ثانيه كده. اللي هي بقى؟ طب بتعرف تبعت واتس؟ بعرف. طب الرقم السجل ندى بنت خالي. طب ماشي. ابعته لها بسرعه والنبي. انا امي هو في احسن من امي ولا احن واطيب منها؟
اهو يا احمد. بس قولي لي طيب انت عايزاني ايه ده؟ اسمع، اختك بقى بتعمل خطه مفيش زيها، اللي هي بقى ان نطلق ندى من احمد. طب ليه هي مزعله ابنك في حاجه؟ لا امال بس البت يتيمه وملهاش حد ولا وراها ورث ولا وراها حاجه وفقريه كده تحس ان هي نحس. ايه عشان مش تعرف مستفاد انا ما بحاجة كذبتش خالص. عليك في حاجه يا هيفضل احمد. هو اللي طول عمره كده شايل الهم بس طب ليه تعمل كده؟ مع ان حتى هي مش قاعده معانا عشان خاطر ان هي عايزه تطفشك. ندى حقك عليا، ما تزعليش، انا كنت ظالمك وجيت عليكي، بس انا كان غصب عني، ما كنتش اعرف ان ام دماغها توصلها ان هي تعمل حاجه زي كده ولا تفكر كده. وزي ما انت شايفه كان دايما قدامي كويسه معاكي وتشكر فيكي، حتى الهديه اللي جابتها كنت بقول كل ده بتعمله وهتيجي تعاملك وحش ولا تعوز كده ازاي؟ لكن هي بقى انا هدخل دلوقتي هطردها ومش عايز اشوف وشها في بيتي لا تاني. استنى يا احمد، استنى يا احمد، انا بس سمعتك الفويس دوت علشان بس ما تطلقنيش بالغلط ولا يحصل سوء تفاهم ونسيب بعض بسبب موضوع تافه زي كده. بس انا مش عايزاك تضايقها ولا عايزاك تعرفها اي حاجه، سيبها، هي ست كبيره وممكن دماغها تكون جايبها على كده. خلينا بس نعملها عادي خالص وبعدين لما تمشي خلاص واديك عرفت الحقيقه. انا بس كنت خايفه تسلطك عليا تطلقني بعد كل اللي عملته فيكي ده، وبرضه مش عايزه تعرفيها ان احنا عرفنا. انت في الاول في الاخر مامتك يا احمد ومش هينفع تخسرها. خلاص المهم ان انت عرفت الحقيقه وعرفت نواياها وخلاص، وهي زي مامتي برضه، وان شاء الله ربنا يهديها عليا وتحبني. والله يا ندى انت بنت اصول. خليني بس اصحيها نتغدى ونتعامل عادي خالص. لا ندى، انا مش قادر اكل ولا ليا نفس، حط لها هي تاكل. يا احمد مش عايزاك تتغير عليها بس مش عادي هتغير، بس انا غصب عني. هي ليه تخرب على ابنها؟ الواحده المفروض يبقى عايزه ابنها عايش مبسوط وسعيد هو ومراته، ليه؟ فمعلش غصب عني. روح يا ندى. خلاص روح انت أنا شوف خلاص. صحابك وانا هتغدى انا وهي وبس. ماشي يا ندى. ماشي يا احمد، الحمد لله يا رب. كنت خايفه يطلقني ولا هي تعمل حاجه. اللهم لك الحمد.